5 اختراعات مالهمش اي 30 لازمه الجزء الثالث. فيعني لو ناوي تضيع وقتك اتفرج على الفيديو ده. رقم 1 مانع التلزيق. الاختراع بكل بساطه عباره عن دايره بتلبسها في وسطك وانت ماشي في الشارع، وده يعني عشان محدش يخبط فيك او تحس باي نوع من التلزيق. انا اسف بس انا عن نفسي عايز الاختراع ده في الصيف. رقم 2 طاقيه المناديل. هنفترض دلوقتي انت ماشي في الشارع وحبيت تعطس، تكتمها ويجرى لك حاجه عبال ما تدور على المناديل؟ لا طبعا، تمشي بطاقيه فيها بكر مناديل. رقم 3 غطا بباسورد للازازه. الاختراع ده بقى انا متاكد ان هو معمول للمصريين بالتحديد، عشان يعني لو عندك اخوات كتير بياكلوا وبيشربوا من الحاجه بتاعتك تامن ازازتك بباسورد. هو انا اللي عندي في البيت هيقصوا الازازه بالباسورد. رقم 2 طافي النور. عارف لما تبقى جاي بالليل وتوصل لحد السرير وتفتكر انك ما طفيتش النور؟ ده احساس صعب جدا للي جربه. اهو الجهاز ده بقى بتحطه عند زرار النور وتتحكم فيه بالموبايل. واخيرا الجزمه المكنسه، ودي بقى عباره زي ما انت شايف كده عن جزمه فيها مكنسه وجاروف صغير، عشان يعني لو لا قدر الله حاجه وقعت منك تلمها بسرعه برجلك. لسه بقى هنوطي على الارض ونتعب ظهرنا؟ لو يعني عندك وقت تاني عايز تضيعه وعايز الجزء الرابع اكتب لي في الكومنتات كمل وانا هكمل.